هذا الجبل اللي قدامنا زيه مرتين في الأرض. الله من الذي نصبه؟ إنه الله. الله عز وجل يقول عنه: ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الله فيذرها قاعا صفصفا الله أكبر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تدري هذا الجبل يا شيخ بدر بسبب عظمة الله أصبح دكة. الله أكبر. موسى عليه السلام عندما ذهب لمناجاة الله وللقاء الله ذهب إلى جبل الطور يريد أن يتكلم مع الله، والكلام مع الله يا الله الله أكبر ما أجمله وما أحسنه وما أفضله. تخيل موسى يكلم الله. يقول الله عز وجل هذه القصة في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من شدة الخطاب مع الله وجماله موسى ما تحمل، قال: ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله: قال لن تراني، يعني أنت ما تستطيع تشوفني، جسمك نظرك ما يتحملني. الله أكبر. لن تراني في الدنيا، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تخيل، قال ابن عباس: تجلى الله إلى الجبل قدر الأنملة. الله أكبر. قدر الأنملة تجلى الله للجبل فأصبح دكا. الله أكبر. عندما نظر موسى إلى هذا المنظر وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شيخ بدر بس أبغى أرمي كلمة كذا أخيرة. موسى عليه السلام عندما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. السؤال: متى نفيق ونعلم عظمته؟ الله أكبر. متى نفيق ونعلم جبروته؟ متى نفيق ونعلم قوته جل في علاه؟ الله أكبر. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الله فيذرها قاعا صفصفا الله أكبر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.